راجع من الشغل تعبان وهلكان، ببص لقيت الشقة تضرب تقلب ومفيش حاجة في مكانها. بصيت على الأولاد لقيتهم بيلعبوا، ومراتي لقيتها في المطبخ بتعمل أكل، ولقيت المواعين على الحوض ما اتغسلتش. زعقت في مراتي وقلت لها انت سايبة الشقة مقلوبة كده ليه؟ هو مفيش بني آدمين عايشين فيها؟ والمواعين اللي على الحوض ما اتغسلتش ليه لحد دلوقتي؟ دي ما بقتش عيشة، الواحد لو ملقاش الراحة في بيته هيلاقيها فين؟ مراتي لقيتها اتخنقت وقعدت تعيط وبتقول والله من صباحية ربنا ما قعدت الصبح في الشغل وبعد الشغل السوق، اطلع الاقي العيال مبهدلين لي الشقه واجري علشان الحق اعمل اكل علشان لما ترجع من شغلك تلاقي لقمه تاكلها. ومفيش حد بيساعدني، اللي بيشرب في كوبايه بيسيبها مكانها ما بيشيلهاش، اللي يقلع هدمه بيرميها وانا شيلها. حرام، انا تعبت. الصراحة صعبت عليا. ندهت على العيال وقلت لهم كل واحد فيكم يروق اوضه، وقلت لمراتي وانا يا ستي هغسل المواعين على ما تخلصي اكل براحتك. لا يا حبيبي، الاكل قرب يخلص، هات كرسي واقعد انت جنبي بس وانا هغسل المواعين، مش هياخدوا وقت. وفعلا قعدت واتكلمت معاها وهي خلصت الاكل والمواعين. ساعتها بس عرفت ان الست ممكن تاخد منها عينيها بكلمة طيبة. واخيرا لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بطل رياضي كان متجوز ومراته كانت جسمها ضعيف، كان بيحبها قوي وبيحب يهزر معاها. مرة يستخبى ولما يشوفها جاية يظهر لها فجأة فتتخض، وساعات يرفعها بإيد واحدة لفوق كأنه بيلعب مع طفلة، ويقول لها لو شاطرة نزلي نفسك، تحرك ايديها ورجليها وما تعرفش تنزل. مراته في أول الجواز كانت بتضحك من تهريجه معاها، بس بعد كده بقت تتضايق وبدأت تحذره من التهريج ده وتقول له لو فضلت تهرج التهريج ده هسيب لك البيت وامشي. يضحك ويقول لها ما تقدريش تبعدي عني، ومين غيري يحميكي وانت ضعيفة. وفي مرة هرج معاها بس المرة دي زعلت فعلا، وفعلا ناوي تمشي. رجع من بره ما لقاش مراته، ولقى ورقة مكتوب فيها خلي بالك من نفسك علشان انا مشيت ومش هرجع تاني. الزوج اتصدم ولقى الدموع فرت من عينيه، ولأول مرة يحس انه ضعيف وانه ما يقدرش يستغنى عنها، وحس ان رجليه مش شايلاه. قعد على اقرب كرسي يبكي. فجأة لقى مراته واقفة قدامه بتضحك وبتقول له عرفت مين فينا الضعيف؟ الزوج قام بسرعة وخد مراته في حضنه وقعد يلف بيها وهو بيقول لها اوعي تبعدي عني تاني. النهارده رحت الشغل وكنت متضايقه شويه. صاحبتي سالتني مالك فيكي ايه؟ الصراحه عمري ما اشتكيت لصاحبتي من حاجه، بس النهارده حسيت ان عايزه احكي وافضفض. قلت لها انا زعلانه شويه مع جوزي. ليه يا حبيبتي حصل ايه عشان تزعلوا؟ جوزي بقاله كام يوم عصبي ودايما يشخط ويزعق، مش عارفه ليه. لا خلي بالك، اوعي تعوديه على كده، بعد كده يركب ويدلدل رجليه. مش للدرجه دي، لا اسمعي مني، انت بنت ناس ولازم يحترمك ويعرف قيمتك. انا برجع اقول يمكن عنده مشكله في الشغل. يا حبيبتي مشاكل شغله ما يطلعهاش عليكي. بصراحه مش عارفه اعمل ايه. لا ما تسكتيش وتسيبي حقك، خليه يتعامل معاكي كويس زي ما انت بتعامليه. هيتنطط ياخد على دماغه، بس زي ما بقولك والقانون في صفك، هتاخدي الشقه والعيال والنفقه ويبقى يقابلني لو عرف يعيش بعد كده. ما توصلش للدرجه دي، لا توصل تلاقيه لايف على واحده لفه دماغه فقال يقرفك عشان تطلبي الخلع وتتنازلي عن حقوقك. معقوله؟ اصلك على نياتك، ما تعرفيش رجاله اليومين دول عاملين ازاي. بس جوزي مش كده، كلهم عجينه واحده يا حبيبتي. بصراحه كلام صاحبتي قلقني. روحت البيت وعديت على جارتنا ست كبيره بحب اطمن عليها وانا راجعه، لقيتني مهمومه. سالتني مالك، حكيت لها اللي حصل بيني وبين صاحبتي. قالت لي شوفي يا بنتي ما تسمعيش لصاحبتك دي عايزه تخرب بيتك. جوزك غلبان، اقعدي معاه وشوفي ايه اللي مضايقه، ما تبقيش انت كمان حمل عليه، ما تخربيش بيتك بايدك وبعد كده تندمي. احنا ما استحملنا عشان بيتنا وعيالنا. اقتنعت بجلمكارتي وقلت لازم اتكلم مع جوزي. جوزي النهارده دخلت عليه لقيته مهموم. قلت له مالك يا راجل، فيك ايه؟ ابدا مشغول شويه. مشغول بحد غيري؟ حد غيرك ايه بس؟ مشغول بالبيت والعيال ومصاريف العيال. يا اخويا ما تشغلش بالك، ما انت شايفه داخل علينا مدارس ومصاريف وهم ما يتلم، واديكي شايفه المرتب مش مكفي والحاجه كل يوم بتغلى. برضه اللي رب هيمشيها زي ما بتمشي كل مره. كان نفسي اعيشكوا عيشه مرتاحه عن كده. ومالها عيشتنا؟ ما زي الفل والحمد لله. انت بتضحكي عليا؟ يعني العيال ما نفسهاش يخرجوا يتفسحوا ويروحوا مصيف؟ وهي كل حاجه في
في نفس العيال هنعملها لهم، ده حتى كده يخسروا. وانت كمان ما نفسكيش تخرجي وتتفسحي وتروحي تصيفي زي بقيه الخلق؟ انا نفسي ربنا يديم ستره علينا ويخليك لينا وكل حاجه تانية تتعوض. يعني ما بتبصيش للناس اللي عايشه في فيلل وبتتمني تعيشي زيهم؟ بشوفهم طبعا، وبشوف الناس اللي نايمه تحت الكوبري ومش لاقيه 4 حيطان تلمهم، وبشوف الناس اللي نايمه في ارض المستشفى ومش لاقيه سرير تتعالج عليه. الحمد لله على الستر والصحه. ايوه كده اهدى، وموضوع المصاريف ده يتدبر اهو، نحبق وندبر زي كل مره. ربنا يريح قلبك ويديمك في حياتي نعمه. بعد ما اتكلمت مع جوزي عرفت اني غلطانه، وخدت قرار اني ما احكيش مع صاحبتي عن اي مشاكل. ولما رحت الشغل صاحبتي قابلتني بابتسامه وسالتني عملتي ايه مع جوزي؟ كل خير يا حبيبتي الحمد لله، رجعت انا وجوزي سمنه على عسل. سمنه على عسل؟ اه يا حبيبتي، ولا انت كنت عايزه حاجه تانية؟ واحدة متجوزة جوزها كان دايما بيتعصب عليها، كانت دايما تبتسم بهدوء وتعدي الموقف. جوزها كان بيستغرب من هدوءها، وكان كل ما يزيد في العصبية هي تزيد في الابتسامة والهدوء. جوزها حب يعصبها، قال لها انا هتجوز عروسة صغيرة في السن. لو ده هيسعدك انا ما عنديش مانع. انا مش بستأذنك، انا بس بعرفك. وانا عن نفسي يوم ما تتجوز هسيب لك البيت علشان تاخد راحتك مع عروستك. الزوج استغرب من رد فعل مراته، واخر النهار رجع معاه فستان فرح وراه لمراته وقال لها ده فستان فرح عروستي الجديدة. الف مبروك وربنا يتمم بخير. اعملي حسابك بكرة الفرح وعروستي هتيجي بكرة. عايزاك تطمن، بكره ان شاء الله هيكون اجمل يوم ومش هضايقك تاني. وتاني يوم الزوج صحي ما لقاش مراته، اخد فستان الفرح علشان يرجعه، لقى فيه رسالة كاتباها مراته لعروسته الجديدة. الف مبروك يا عروسه، ربنا يوفقك مع جوزي، بس انا عايزه اوصيكي عليه خلي بالك منه واوعي تزعليه، ولو اتعصب عليكي معلش استحمليه علشان هو مريض نفسي بياخد علاج من فتره، وده اللي مخلي خلقه ضيق، بس صدقيني هو طيب جدا وابن حلال يستاهل كل خير. انا فكرت كتير اسيبه وابعد عنه، بس قلبي عمره ما طاوعني علشان كان محتاجني جنبه، بس دلوقتي انا اطمنت عليه معاكي وكده هبعد عنه وضميري مستريح، واوعدك مش هيشوفني تاني. على فكرة أنا عازم عيلتي بكرة إن شاء الله على العشاء. وانت جاي تقولي دلوقتي انت ناس اني بشتغل، هل هعمل اكل امتى؟ يا حبيبتي اتصرفي، أنت شاطرة وتقدري تتصرفي. انا ما عنديش تصرف، وعلى العموم اهلك مش غرب، اسخن الاكل اللي موجود في التلاجة. بس ما يصحش تعزمي أهلي على أكل بايت. لا عادي ما فيهاش حاجه، هما مش غرب. خلاص اللي أنت شايفاه. وتاني يوم الراجل اتصل بمراته وقال لها معلش يا حبيبتي لما الجماعة يجوا اعتذري لهم، مش هقدر أجي على العشاء علشان عندي شغل النهاردة. شوية وجرس الباب رن، والزوجة راحت تفتح الباب للضيوف، لقت أبوها وأمها وإخواتها هم الضيوف. استغربت وعرفت منهم ان جوزها هو اللي عزمهم على العشاء. جريت اتصلت بجوزها. انت ليه ما قلتليش ان اهلي هم اللي جايين؟ وايه الفرق بين اهلي واهلك؟ مش واحد؟ طبعا يا حبيبي واحد، بس قصدي كنت احضر اكل ليهم. يا حبيبتي اهلك مش غرب، سخني لهم الاكل اللي في الثلاجه. بس يعني ما يصحش احط اكل بايت للضيوف. امال كنت هتحطيه الاهل ازاي؟ خلاص يا حبيبي حقك عليا، هات اكل جاهز وانت جاي عشان الضيوف، علشان ما معيش فلوس اجيب. يا حبيبتي انا عندي شغل ومش هرجع قبل الساعه 2 بالليل. سلام. وقفل السكه في وشها.